انت لازم يكون عندك نظام يخليك تتغير وتكسب كل حاجة في 2026. حتى لو انت مش عايز تعمل ده فلازم اجباري انك تعمل ده لو فعلا عايز تكسب فلوس وعايز تكسب حاجات كتير جدا. بص خليني ابدا معاك بصراحة، انا عارف انت داخل الحلقة دي ليه. انت تعبان علشان بتبدا في كذا حاجة وبترجع توقف، تحس انك متحمس شوية وبعد كام يوم تلاقي حماسك ده انطفى تماما. وده بالظبط اللي كان بيحصل معايا في فترة من حياتي، وبعد تعب ومحاولات كتير جدا علشان اتغير مشيت على نظام غير كل حاجة في حياتي. في الاول انا عايز اصحح لك حاجة مهمة جدا وعايزك تركز فيها كويس جدا. لما تحس انك متحمس تجاه اي حاجة انت حابب تعملها وترجع توقف تاني، انت مش بتكون السبب، لانك طول الوقت عمال بتدور على شيء واحد بس وهو الدافع. عمرك ما دورت على النظام اللي يحقق الدافع ده. تعال نفهم الموضوع واحده واحده. انت هتقولي بس في اوقات كتير جدا انا ما بكونش قادر اغير من نفسي ولا بكون قادر انجح. هرد عليك بكلمه واحده وعايزك تركز فيها. بلاش تاخد فكره الانضباط بمشاعرك. الناس اللي بتحس بفشل او بتتاخر دايما في حياتها وفجاه كده تبدا تقرر انها تغير من حياتها، سواء بقى على دخول سنه جديده، سواء بقى على دخول دراسه جديده، فجاه كده انت بتلاقي نفسك انا عايز اغير من نفسي للاحسن. ده اكبر غلط انت بتضر نفسك بيه، لانك في الوقت ده قرارك هيكون مبني على طاقه بتحسسك انك متحمس جدا انك لازم تعمل ده. ولكن دايما لما تيجي تسال اي شخص ناجح تلاقيه دايما بياخد اي قرار وهو في عز المشكله وهو في عز ضعفه بدون ما يكون متحمس. فلما تبدا تشتغل على نفسك في حاجه انت بتكرهها او حاجه انت شايف ان هي ممله جدا او حاجه انت شايف ان صعب جدا ابدا فيها، وكل يوم بتتعذب وبتتالم وبتصحى بدري وبتلتزم وبتتمرن بالرغم من قسوه التمرين، بتتعلم رغم ان فهمك بطيء، بتطور من نفسك بالرغم من انك بتفشل، تشتغل كل يوم بالرغم من انك تعبان، وبتلاقي نفسك نفسيا مش عايز تعمل اي حاجه من دي، بس في النهايه ملتزم جدا. هو ده بقى قرار الانضباط اللي يخلق منك شخص مختلف تماما عن اي حد. لكن لو انت حسيت ان قرار التغيير اللي جواك مخليك متحمس جدا ومش حاسس بوجع التغيير ولا حاسس بألم ولا حاسس بملل، يبقى في حاجه غلط وهتلاقي نفسك بتقع في نفس الفخ بتاع كل سنه. طيب خليني اسالك سؤال بصراحه، انت ليه كل مره بتحاول تغير من حياتك مره واحده بدون اي مقدمات، وبتلاقي نفسك بتغير كل عاداتك في اول اسبوع او في نفس الاسبوع؟ تصحى بدري وتلعب رياضه، تقرا وتشتغل، تبعد عن السوشيال ميديا او تبعد عن الحاجه اللي انت مدمنها او بتستنزف طاقتك، تلاقي نفسك بتلتزم بنظام اكل صحي، ولكن بعد اسبوع تلاقي كل ده اختفى. احب اقول لك الحقيقه اللي بتدمر كل حاجه انت بتعملها، انت لما بتحاول انك تغير كل حاجه انت بتعملها مره واحده كده، فالنتيجه انك بتلاقي نفسك ما حققتش اي حاجه، والفشل بيكون سريع جدا. لان مثلا انت محتاج تتعلم لغه او محتاج تتعلم رياضه وتبطل كذا عاده سلبيه وتصحى بدري، كل عاده من دول عايزه طاقه لوحدها وعايزه انتباه. خلينا اوضح لك الفكره ابسط شويه. عقلك لما يبدا ينجح في حاجه واحده بس بيبدا يغير نظرته ليك تماما. عقلك دايما شايفك الشخص اللي بيحاول بس في نفس الوقت مش ملتزم، بس لما تلتزم وانت بتقطع في نفسك وحاسس ان الموضوع ده صعب جدا وبياخد منك طاقه كبيره جدا ومتعب جدا جدا، في الوقت ده صورتك قدام نفسك بتتغير تماما وعقلك بيشوفك شخص ناجح وشخص ملتزم. في اللحظه دي بيبدا يحصل التحول الحقيقي في حياتك، لانك بعاده واحده غيرتها والتزمت عليها. فانت كسبت 3 حاجات مهمين جدا. اول حاجه بقيت واثق من نفسك جدا، وكل ده يرجع لانك التزمت وعقلك بدا يسجل انك شخص ملتزم وشخص ناجح وشخص قوي جدا. 2 بقيت شايف ان العاده اللي انت بتعملها سهله جدا عليك بدل ما كنت شايف انها معركه وخايف انك تفشل فيها. رقم 3 بتحس انك مستعد تتعلم اي عاده جديده او تطور من نفسك في حاجه جديده بشكل تلقائي. لما تيجي تقول لنفسك انا عايز انجح في ده وده وده، او عايز اطور من نفسي في ده وده وده، او عايز ال10 عادات دول انجح فيهم السنه دي، انت بسرعه جدا بتشوف نفسك فاشل او مش هتقدر تنجح ولا هتقدر تعمل اي حاجه، لانك دايما مش قادر تدي لكل عاده الطاقه الحقيقيه اللي تستحقها، ولكن انت عمال تدي مجهود بسيط لكل عاده فيهم لحد ما تلاقي نفسك بتمل وبتفشل والنتيجه دايما بتكون صفر. خليني اقول لك جمله بحبها جدا ومقتنع بيها جدا: القليل المنتظم اقوى من الكثير المتقطع. انت مش مطلوب منك انك تغير حياتك، ولكن انت مطلوب منك انك تثبت لنفسك انك شخص قادر يعمل عاده، قادر يلتزم، قادر يطور من نفسه. واهم حاجه ودي نصيحه بقى مهمه جدا، بلاش تستهين بعاده صغيره، مثلا عاده بسيطه زي تنام بدري وتصحى بدري، او عاده انك ما تضيعش وقتك على السوشيال ميديا. شوف انت هتنقذ كام ساعه في يومك انت بتضيعهم في الفاضي. فانا عايزك تسال نفسك دلوقتي، لو انا هختار عاده واحده ابدا بيها السنه الجديده هتكون عاده ايه؟ ولما تبدا وتنجح في العاده دي وخلاص اتقنتها، عايزك تبدا تزود معاها عاده تانية تلقائي. رقم 3 اتعلم تنهي كل حاجه بداتها. ناس كتير جدا بتغلط غلطه كبيره جدا في حياتها، ان كل ما ينوي ان هيتعلم اي حاجه او كل ما ينوي ان هيمشي في طريق معين تلاقيه بكل بساطه بيجي في نص الطريق ويبدا يقول لك خلاص مش عايز اكمل، او يحس ان فشل في الحاجه دي. خليني اقول لك حاجه يمكن عمرك ما سمعتها قبل كده، اكتر حاجه بتدمر ثقتك بنفسك هي مش الفشل، ولكن اكتر حاجه بتدمرها انك ما تكملش المشوار اللي بداته وحكمت على نفسك انك فاشل بدون ما تكمل. في ناس كتير جدا بتكون فاكره ان المشكله في النتيجه، بس انا بقول لك عمر ما كانت المشكله في النتيجه، بس المشكله الحقيقيه اللي المفروض انت تكون واخد بالك منها لو نتيجه الحاجه اللي بداتها دي مش قويه او نتيجتها مش مرضيه بالنسبه لك، عقلك هيبدا يوصل له احساس ايه او هيترجم ده ازاي. عايز اسالك حاجه مهمه، انت كام كورس بداته ودفعت فيه الفلوس قد كده وما كملتوش؟ كام علاقه بدات فيها وانسحبت منها بدون وضوح؟ كام مشروع انت خدت قرار انك هتعمله ورجعت انك تاجل؟ لما تبدا تاخد قرار انك هتعمل
حاجه وتبدا فيها وبعد كده ما تكملهاش، عقلك بيبدا يهز صورتك قدام نفسك، ومع الوقت والاستمراريه بتلاقي الشرخ ده بيكبر جواك وثقتك في نفسك بتقل جدا. ودايما لما تيجي تعمل اي حاجه او تبدا في اي حاجه او تفتح مشروع بتلاقي نفسك خايف وبتلاقي نفسك بترجع لورا ومش قادر تاخد قرار سليم. فمش مطلوب منك انك تطلع بافضل نتيجه في الحاجه اللي بدات فيها، مش مطلوب منك انك تكون كامل، مش مطلوب منك انك تدي احسن كواليتي، بس اللي مطلوب منك انك تستمر، اللي مطلوب منك انك تكمل، اللي مطلوب منك انك ما ترجعش حتى لو انت حاسس بوجع، حتى لو انت حاسس بفشل، حتى لو انت حاسس باحساس يخليك بتستنزف نفسيا، لازم تكمل. لان الطاقه السلبيه او الملل، وده هقوله لك دلوقتي، هو اللي هيساعدك تكمل وهو اللي بيبين لك انك ماشي في الطريق الصحيح. فلما تبدا انك تجرب تكمل كل حاجه بداتها وتنهيها بشكل كويس جدا، انت بتكسب 3 حاجات مهمين جدا. رقم 1، بتبني الثقه جواك وعقلك بيبدا يشوف انك شخص ناجح وقادر تعمل اي حاجه، ودي في حد ذاتها تشجعك انك تقدر تعمل اي عاده تانية. رقم 2، فكره الخوف جواك بتقل جدا. طبيعي جدا انك لما تبدا تنجح في اي حاجه او تبدا تطور في اي حاجه للنهايه وحسيت في النهايه انك عملت نتيجه قويه جدا، طبيعي جدا ثقتك بتعلى، وطبيعي جدا الخوف اللي جواك بيقل، والتوتر والقلق اللي هكلمك عنهم في اخر نقطه بيقل جدا. رقم 3، بتكسر وهم الكمال جواك وبتقدر انك تكمل بسهوله جدا، لانك ما بقتش بتدور ان انا لازم اعمل الحاجه دي باحسن كواليتي، او لازم اكون كامل الاول عشان اقدر اعمل الحاجه دي، او لازم يكون معايا فلوس قد كده علشان اقدر افتح المشروع ده، ولكن انت بتبدا وبتكمل. اكتر حاجه كانت بتخليني اتعذب وما كملش اي حاجه بداتها ان كنت عايز كل حاجه تطلع كامله واحسن وافضل، وللاسف كنت بفشل وكنت بتاخر كتير جدا، وده سبب لي مشاكل كتير جدا في حياتي. فما تدورش على الممتاز او احسن حاجه، ولكن دور على العاده اللي جواك وكمل بيها. رقم 4، خليني اقول لك حاجه مهمه جدا وعايزك تركز فيها كويس جدا وحطها كمان حلقه في ودانك. انت مستني الحاجه تبقى سهله وحلوه علشان خاطر تبدا، صح؟ مستني تحس انك متحمس، مستني الجو يكون احسن، مستني مزاجك يكون كويس، مستني الاحساس الجميل اللي تحس بيه علشان خاطر تبدا. بس خليني اقول لك على حاجه، انت غلط، وفي 3 حاجات لو عملتهم هيغيروا حياتك وهتبقى ممله جدا. وما تستغربش من كلمه ممله دي، زي مثلا لو جيت قلت لك اخبار المذاكره ايه دلوقتي، هتقول لي ممله جدا وما بحبهاش وبكرهها جدا. طيب والتمارين اللي المفروض انت تكون منتظم عليه، ممل جدا وما بحبوش. طيب وخطه الاكل الصحي، ممله برضو جدا وما بحبهاش. طيب والشغل الهادي اللي بتشتغله وملوش نتائج سريعه جدا، برضو ممل جدا ومفيش احسن من الشغل اللي بيجيب نتائج سريعه جدا. عارف لو سالت اي حد ناجح هيقول لك انا في وقت كتير جدا بمر بيه بحس فيه بملل كبير جدا في حياتي. وده ليه؟ لانه دايما بيصحى بدري وهو ما بيحبش يصحى بدري، بياكل اكل صحي عشان يخاف على نفسه ويقدر ينجح ويقدر يطور من نفسه وهو ما بيحبش ده، بيذاكر كتير جدا وهو عارف ان المذاكره دي ممله بس مع ذلك بيعمل ده علشان خاطر ينجح ويقدر يبقى حاجه كبيره، يلعب رياضه وبيهتم بجسمه جدا وهو عارف ان ده بيعمل مجهود كبير جدا، والالتزام في النقطه اللي زي دي بيكون صعب جدا، ومع ذلك بيستحمل وبيلتزم وبيحس فيها بملل كبير جدا بس برضه ملتزم وبيكمل، وعلى المدى البعيد بيلاقي نتائج قويه جدا، فحياته بتتغير وشكله بيتغير للاحسن وبيكون معاه فلوس كتيره جدا، وبيقدر يبني من خلال الشغل اللي فيه ملل وبيكون هادي ده نتائج بعد كده تساعده انه ما يقدرش يفشل ابدا، عكس الشغل اللي بيكون سريع او النتائج بتاعته بتكون سريعه، دايما بيفشل بسرعه جدا وبيساعدك انك ما تلتزمش على اي حاجه. الملل اللي انت كارهه ده وبتحس بيه نفسيا لازم تكون فاهم ان ده اسمه نمو مش تعب. لما تلاقي نفسك حاسس بملل ومش حابب تعمل اي حاجه لازم تكمل وتعملها، ما توقفش، علشان انت كده ماشي صح. فحتى لو انت مش طايق الحاجه اللي انت بتعملها دي قوم واعملها، ما توقفش، حاول تكمل وانت زهقان، حاول تكمل وانت حاسس بالفشل، اعمل كل حاجه صح في حياتك بدون ما تستنى اي حد يكافئك ولا تستنى نتائج تكون كبيره. خليني اسالك سؤال وهسيبك تفكر فيه وترد كمان في الكومنتات، ايه الحاجه الممله اللي لو عملتها كل يوم حياتك هتتغير بشكل كبير جدا بعد سنه؟ فكر فيها وانا مستنيك. فكرت فيها؟ تمام، ابدا بيها بقى، حاول تعملها وما تسيبهاش ولا تفرط فيها ابدا، حتى لو انت هتعملها بدون احساس، وانت عارف انك لو عملت الحاجه دي هتكره نفسك وهتكره حياتك، بس برضه لازم تلتزم بيها ولازم تعملها، وبعد وقت هتنبهر بالنتيجه اللي هتشوفها وهتدعي لي كمان. خليني اسالك سؤال يمكن يضايقك شويه، هو انت بتقيم نفسك ازاي؟ بتحس انك نفسيا كويس ولا بتحس انك نفسيا فاشل؟ ولا بتحس ان مزاجك حلو النهارده فبتبقى راضي عن نفسك، مزاجك وحش النهارده يبقى انا مش راضي عن نفسي؟ انت هتقول لي بس انا حاسس ان ما عملتش حاجه لنفسي. هقول لك في ايام هتيجي عليك هتحس فيها انك اول ما تصحى من نومك تفكر انك فاشل، بس لما تيجي تركز على النتائج او تيجي تشوف النتائج اللي انت عملتها هتلاقي نفسك اشتغلت على حاجه انت بتحبها 5 مرات في الاسبوع، التزمت مثلا 3 مرات في الحاجه اللي حابب تنجح فيها، انت كده الحمد لله تقدمت خطوه لقدام، يعني مش فاشل ولا حاجه. وفي ايام تانية هتحس فيها انك جامد ومحدش زيك، بس ارقامك اللي حققتها على مدار الشهر او على مدار الاسبوع كلها صفر. طيب انت شايف اننا نصدق مين فيهم، احساسك ولا الواقع؟ اكيد الواقع، صح؟ المشكله ان في ناس كتير جدا بتحب تعيش في دور انها تجلد ذاتها وتفضل تحبط نفسها وتشوف نفسها فاشله ومش قادره تعمل اي حاجه في حياتها. لكن لو انت ملتزم في شغلك او في اي حاجه انت حابب تنجح فيها، حتى لو كانت الحاجه دي ممله، حتى لو كانت الحاجه دي ممله، هتلاقي نفسك مش بتقول انا حاسس بايه، ولكن هتلاقي نفسك بتقول انا عملت كذا وعملت كذا ونجحت في كذا وطورت من نفسي في كذا. لما بتكون تعبان تعب عضوي او عندك
عندك مثلا برد، هل الدكتور بيجي يقول لك شكلك تعبان، ولا بيقيس ضغطك وسكرك وبيطلب منك شويه تحاليل لازم تعملها؟ بالظبط نفس الفكره بتبقى كده. حياتك محتاجه انك تشوف الواقع انت عملت ايه، مش محتاجه انك تكون عاطفي مع نفسك وتبدا توهم نفسك بحاجات انت ما عملتهاش اصلا او ما حاولتش فيها، او تبدا تقول ان المجتمع ضدي، او الناس اللي حواليا ضدي، او الناس اللي حواليا مش بيدعموني، او انا ما عنديش اللي يديني علشان اقدر انجح. بلاش توهم نفسك بالافكار او الخرافات دي. الواقع دايما بيقولك انت التزمت بالحاجه اللي عايز تنجح فيها كم مره في الاسبوع، اشتغلت كام ساعه، اتمرنت كام ساعه، نهيت كام مهمه انت عملتها وحبيت تنجح فيها، بدون ما تحبط نفسك ولا حتى تمدح في نفسك او تستنى حتى مدح من حد. اللي اقصده ان انا عايزك ما تضحكش على نفسك، وعايزك تشيل المشاعر والعاطفه من اي حاجه انت حابب تنجح فيها، حتى تعاملاتك مع الناس، حتى تعاملاتك في العلاقه اللي انت فيها، لازم تشيل المشاعر والعاطفه وتمسك العصايه من النص. واهم حاجه بطل فكره الخوف من الفشل علشان تقدر تنجح. طيب سؤال، هل انت راضي عن حياتك؟ هل انت راضي عن نفسك، ولا انت محتاج تراجع نفسك؟ هل انت محتاج تشوف انت حابب تعمل ايه او حابب تنجح في ايه؟ رقم 6، راجع عاداتك بلاش تراجع حظك. الجمله دي لو ركزت فيها كويس جدا هتوفر عليك جهد، وهتوفر عليك حاجات كتير جدا، وهتوفر عليك جهد كبير هتعمله في حياتك. خليني اسالك سؤال، لما بتيجي تعمل حاجه في حياتك او بتبدا في حاجه مثلا والحاجه دي ما تمتش، بتقول لنفسك ايه؟ خليني اقول لك انت بتقول ايه. انا حظي وحش جدا، هي الدنيا ضدي ليه كده، هو انا ليه دايما بفشل بسرعه في كل حاجه انا بعملها، هو انا ليه دايما بفشل في كل علاقه انا بدخلها، هو ليه دايما كل الناس اللي بيدخلوا حياتي بيسيبوني بسرعه كده، هو ليه دايما كل ما ابدا في حاجه عايز انجح فيها الاقي نفسي فشلت فيها، الاقي الناس اللي حواليا بينتقدوني وهم السبب في فشلي. حاجات مشوهه كتير جدا انت بتفضل تقولها لنفسك وبتحطها جوه دماغك. انت هترد عليا وتقول لي بس انا فعلا تعبت ومفيش نتيجه ولا في حاجه قادر انجح فيها. هرد عليك واقول لك انا فعلا مصدق تعبك، بس خلينا افكرك بحاجه مهمه. عمر ما كانت النتيجه مرتبطه بحاجه اسمها حظ، ولكن النتيجه دايما بتبان لما نكون ملتزمين على العاده دي، لما نكون حاسين بملل وحاسين بكره للحاجه دي ومع ذلك احنا مكملين فيها. خلينا افهمك النقطه دي واحده واحده وركز معايا. لما تيجي تقول لنفسك هو انا حظي كده وحش ليه، او انا ليه بفشل في كل حاجه، انت نفسيا بتبدا تحس بقلق زايد وبتبدا تفكر كتير جدا وبتحس بتوتر، وده لانك حكمت على نفسك في حاجه ما كملتهاش وما جربتهاش للاخر ولا حتى حاربت علشانها، ولكن انت حكمت عليها يا اما في منتصف الطريق او انك استعجلت على النتيجه. فنفسيا تبدا تدخل في مرحله جلد الذات وتشوف نفسك فاشل وتشوف نفسك وحش وتشوف نفسك مش هتقدر تنجح وتبدا تجلد في ذاتك طول الوقت. ولكن الصح انك ما تقولش هو انا بيحصل معايا كده ليه، لازم تقول ايه الحاجه اللي انا بعملها ومستمر عليها بتساعدني ان افشل، بتساعدني ما اطورش من نفسي، ايه الحاجه اللي انا مستمر عليها او ايه العاده اللي بعملها بتخليني دايما برجع لورا وبتشدني دايما لاخر الطريق وبتخليني ما اكملش الطريق للنهايه. فلو انت مثلا شايف ان كل علاقاتك بتبوظ، يبقى حاول تراجع عاداتك اللي بتستخدمها مع الطرف الثاني، زي مثلا بتهتم زياده عن اللزوم، زي مثلا ضاغط عليه نفسيا بالاهتمام، زي مثلا بتعاتبه كتير جدا، زي مثلا انت بتتجاهل الشخص ده او مش قادر تديه الطاقه اللي هو عايزها، او انك دايما بتحاول تختار الشخص الغلط، او بتختار الحاجه اللي المفروض انت ما بتعرفش تعملها او ما عندكش المهاره انك تعملها. يبقى لازم اتعلم الاول علشان اقدر انفذها. فالمقصود انك هنا محتاج انك تراجع عاداتك الاول قبل ما تقول على نفسك فاشل. لو انت شايف نفسك بتقلق كتير جدا بدون سبب وشايف ان القلق ده مسيطر عليك نفسيا، يبقى لازم تراجع عاداتك اللي بتساعدك تفكر كتير جدا. لما تعمل كده هيحصل تحول نفسي رهيب جدا. التحول ده هيغير شخصيتك من غير ما تحس، بدل بقى ما تدخل في مرحله انك تفضل تجلد ذاتك طول الوقت او تشوف نفسك فاشل طول الوقت، وبدل ما تخاف من المجهود اللي المفروض هو اصلا في علم الغيب وما يعلم الغيب الا الله. فلازم تكون فاهم ان في حاجه موجوده في ايدك انت لازم تحركها او لازم تعملها. تغير بقى عاداتك السلبيه او تفكر انك تطور من نفسك في حاجه، وقتها هتلاقي القلق والتوتر اللي موجود جواك بيقل بشكل كبير جدا. جلد الذات هو من اكتر الاساليب الخداعه او من اكتر الاساليب اللي بتدمرك نفسيا، بتخليك تشوف ان اللي انت بتقوله عن نفسك او الصوره السلبيه اللي واخدها عن نفسك هي الحقيقه وهو ده الواقع اللي انت عايشه اصلا. بس في الحقيقه كل ما تجلد ذاتك اكتر وكل ما تحاول تشوف نفسك فاشل اكتر، كل ما هتحس ان جلد الذات ده بيشيلك اكتر انك تقدر تنجح في حاجه او انك تخرج من جلد الذات ده علشان تطور من نفسك في حاجه معينه. خليني اسالك سؤال، ايه الحاجه اللي بتعملها باستمرار بتوصلك لمرحله جلد الذات؟ عايزك تفكر فيها وترد عليا برضو في الكومنتات. وصدقني اول ما تفكر انك تندب حظك او تجلد ذاتك وتبدا فعلا تراجع عاداتك، هتحس ان القلق بيهدى كتير جدا عن الاول، وصوت جلد الذات اللي جواك هيقل جدا، لانك في الوقت ده هتكون خلاص عندك خطه كبيره جدا لحياتك. وحتى لو الخطه دي صعبه وممله، التزامك فيها انت هتشوفه حاجه كويسه جدا. فبلاش ثم بلاش انك تجلد ذاتك مهما حصل. اي حاجه انت شايف انك بتكرهها جرب انك تعملها، وجرب انك تستمر على الحاجه دي مهما كانت ممله، جرب انك تستمر عليها. خلينا بقى نقف هنا ونكمل الحلقه الجايه، بس علشان الجزء الثاني من الحلقه دي قوي جدا جدا، وفي نفس الوقت مش حابب اطول عليكم اكتر من كده. في الحلقه دي اتكلمنا عن انك تبدا صح وتكمل وتستحمل الملل، وفي نفس الوقت تقيس نفسك من غير جلد الذات ولا حتى تحاول تشوف نفسك في موقف الدراما. فاضل 7 علامات مهمين جدا جدا، لو فهمتهم هتنقلك من شخص بيحاول ومش عارف لشخص ناجح ومنضبط
هينطبق جدا في حياته. لو حاسس انك محتاج تكمله الحلقه دي اكتب لي في الكومنتات، مستني الجزء الثاني، وقول لي ايه اكتر نقطه من اللي اتكلمنا فيهم النهارده حسيت انها تنطبق عليك فعلا وبقيت شايف انك لازم تغير الحاجه دي او لازم تغير العاده دي، او ايه اكتر نقطه انت محتاج انك تنفذها فعلا في حياتك. اشوفكم الجزء الثاني، باي.